السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الصف الرابع الابتدائي. عندنا النهارده درس سهل وسريع عن الديسندنج اند ascending، اللي هو الترتيب التصاعدي والتنازلي. طيب، هو فكرته عاملة زي هي فكرة الكمبير بالظبط، ان احنا بيجيلنا مجموعة ارقام بقى، رقمين 3 4 5 6، يقولك رتبهم لي تصاعدي او تنازلي. طب انا عشان اعمل ده لازم اول حاجة اعمل كومبير، ارتب من الصغير للكبير او من الكبير للصغير عشان اعمل. طب هو هنا مدينا مثال، وبيقول لك دي اعداد الكثافه السكانيه في محافظات مصر. يعني عندك في القاهره، في سينا، في اسكندريه، في سوهاج. طيب احنا اول حاجه نعملها نعرف في كام ديجيت في كل واحد فيهم. يعني احنا عندنا اول حاجه في القاهره لما نيجي نعدهم هنلاقيهم 8 ديجيت. طب في سينا 6 ديجيت. طب في اسكندريه 7 ديجيت. طب في سوهاج 7 ديجيت. طب احنا قبل اي حاجه اول ما نعمل حاجه عندنا ناخد اكبر حاجة واصغر حاجة اللي هو القاهرة وسينا. هنحط احنا هنا هنرتب دلوقتي descending، يعني من الكبير للصغير، يبقى هنجيب القاهرة ونحطها في الاول. تمام كده. طب لا، هناخد سوهاج ونحطها في الاخر، قصدي سينا، هناخد سينا ونحطها في الاخر. كده اللي احنا خدنا اللي هي فيها 10 ديجيت، وخدنا اللي فيها 6 ديجيت، كده احنا خلصنا من اتنين. طب احنا عندنا اتنين بقى فيهم اللي هم دول اللي هي اسكندرية وسوهاج، فيهم 7 ديجيت. هناخد بقى طريقة المقارنة ان احنا ناخد كده اول رقمين قصاد بعض، اللي هو الفايف مع الفايف، دول زي بعض خلاص، يبقى ناخد الرقم اللي بعده. طب اللي بعده في واحدة فور واحدة فايف، طبعا الفايف اكبر، يبقى كده سوهاج اكبر من اسكندرية، يبقى هنخلي سوهاج في تاني ترتيب، بعد كده اسكندرية في تالت ترتيب. مش احنا قلنا بنرتب من الكبير للصغير بس؟ يبقى احنا كده عملنا تالت ترتيب. احنا كده رتبنا بطريقة الديسندنج اللي هي من الكبير للصغير. ما اعتقد الموضوع سهل وبسيط ومكانش فيه اي مشكلة.